السلام عليكم، معكم قناة تحليلاتكم. طبعا صفقة من العيار التقيل يا جماعة للنادي الأهلي. أخيرا يعني روايح يناير هلت علينا هو بعد ما انتظرنا بقالنا شهرين ثلاثة مستنيين الصفقات النارية للنادي الأهلي، سواء ايفرتون دا سيلفا أو سانتياغو جونزاليس أو بغداد بونجاح أو محمد العروش أو أحمد سيد زيزو زي ما سمعنا يعني في الشهور اللي فاتت. النهارده بإذن الله الصفقة تتم على خير، لأن الواحد بدأ يتشائم من الموضوع ده. كل ما بنتكلم على صفقة يعني تحصل مشكلة في النص والصفقة يتم عرقلتها بشكل أو بآخر وما تتمش للنهاية. ولحد الآن هو وصلنا لحد يمكن نص شهر يناير، دخلنا على نص يناير ولا صفقة تمت، ولكن بإذن الله الصفقة ليها تتم 100%، خاصة بعد دلوقتي وسام أبو علي بقى لوحده في خط هجوم النادي الأهلي بعد رحيل كهرباء إلى الاتحاد الليبي ورحيل بيرسيتاو إلى قطر القطري. الصفقة بتاعت النهارده يا جماعة في البداية اعملوا إعجاب للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد لو أنتم من عشاق وداعمين النادي الأهلي. طبعا كليتشي إيهيناتشو طبعا ده لاعب اشبيليا الاسباني، هو لاعب نيجيري يا جماعه، عنده تقريبا 28 او 29 سنه، من مواليد شهر اكتوبر 1996. اللاعب ده هياخد مع طبعا اشبيليا الاسباني مبلغ كبير جدا، يعني هياخد سنويا راتب قدره 2 مليون و500 ألف دولار، يعني 2 مليون ونص دولار بالنسبة طبعا للموسم الواحد. هو طالب ان هو ياخد نفس المبلغ مع النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي عرض عليه ان هو ما يضموش موسم كامل، لا الاهلي عايز يضمه فترة الست شهور اللي احنا فيهم الشتوية لحد مثلا الصيف، لحد ما ينتهي طبعا كاس العالم للاندية، وبعد كده نشوف ربنا يحلها طبعا ونشوف صفقات تانية في الصيف المقبل يكون دعمنا الفريق. عرض عليه فترة اعارة لمدة 6 شهور بنص المبلغ، نص المبلغ اللي هو تقريبا كام؟ 1,300,000، ولكن النادي الاهلي عرض عليه مليون فقط، مليون دولار في 6 شهور تقريبا. اللاعب خلاص وافق على المبدأ طبعا من الانتقال على سبيل الإعارة بمبلغ مليون دولار. وعلى فكرة المبلغ مليون دولار ده يعتبر مش قليل، ده بالنسبة للنادي الأهلي كسر القاعدة اللي هو ماشي عليها النادي الأهلي، اللي هي أعلى سقف رواتب للاعيبة المحترفة اللي هو بياخدها طبعا نجمنا علول والنجم التونسي علي معلول، بياخد تقريبا راتب سنويا ما يعادل 1,400,000 دولار في الموسم. يعني لو حسبت انت مثلا نص المليون و400 هيكون كام؟ 600 او 650 او 700 ألف دولار، صح؟ في الست شهور. لكن ده ما بياخدش 700، ده بياخد مليون. فبكده النادي الاهلي كسر القاعده بسبب حاجه النادي الاهلي للصفقات في الوقت الحالي، وخاصه زي ما قلنا بعد رحيل خط الهجوم اصبح وسام ابو علي وحيدا في خط هجوم النادي الاهلي، والاهلي داخل على البطولات. واتكلمنا على ايفرتون دا سيلفا في النادي الاهلي، واتكلمنا على محمد العروش في النادي الاهلي، واتكلمنا على بغداد بونجاح في النادي الاهلي، واتكلمنا على سانتياغو جونزاليس الارجنتيني، سانتي جونزاليس طبعا في النادي الاهلي وبغداد بونجاح. ولكن لحد الان للاسف ولا صفقه تمت. انا مش عارف بصراحة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب ومحمد رمضان المدير الرياضي في النادي الأهلي مستنيين إيه؟ يعني أنتوا مستنيين إيه؟ ده إحنا لما المباراة بتاعت الأهلي وشباب بوليسداد مباراة العودة في الجزائر كان الناس كلها بتتكلم بتقول لك ده بعد ما ينتهي الماتش يعني نسمع عن أولى صفقات النادي الأهلي طبعا، وصفقة من العيار الثقيل هتقلب الدنيا طبعا في مصر وأفريقيا والنادي الأهلي. ولكن للأسف ما حصلش، وعدت المباراة واتهزمنا طبعا، والهزيمة دي صعبت الموضوع أكتر وعصبت الجماهير أكتر إن إحنا محتاجين فعلا لمهاجمين. وقلنا خلاص يمكن بكرة خلاص نسمع عن الصفقة أو بعد بكرة، ولكن عدى أسبوع عن المباراة ولحد الآن مفيش. عمال نتداول في الأخبار ونسمع الأخبار كل يوم صفقة جديدة، وربنا يتمها على خير. بالنسبة طبعا لكليتشي إيهيناتشو طبعا لاعب إشبيليا الأسباني ولاعب منتخب نيجيريا. بالمناسبة يا جماعة اللاعب ده في مرحلة الشباب تحت 17 و18 و19 لعب لمانشستر سيتي الانجليزي، وايضا حتى في مرحله الاحتراف لعب للفريق الاول في مانشستر سيتي الانجليزي، ولكن ما شاركش كتير مع النادي وراح طبعا لاكثر من نادي اوروبي، وحاليا بيلعب في نادي اشبيليا الاسباني. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في هذه الصفقه. لو انتم من داعمين النادي الاهلي اعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد كان معكم قناه تحليلاتكم. السلام عليكم.